غادي نسولك واحد السؤال يمكن عمرك طرحتيه على راسك. شحال من مره كتحس بتركيزك كيضيع ومهما حاولتي كتبقى محبوس في واحد الدوامه ديال التشتيت؟ كتجلس باش تخدم على شي حاجه، كتحاول تبني حياتك اللي كتحلم بها، وفجاه التليفون كيفيبري، كتبقى تسكرولي في انستغرام، كتفرج في واحد الفيديو في تيك توك، ولكن فاش كتشوف الساعه كتلقى جوج سوايع مشاو. ولكن الحاجه اللي ما كيبغيش بنادم يهضر عليها هي ان هذا الشيء ماشي غير مساله تضييع وقت وصافي، بل هي اخطر من ذلك. الحقيقه هي ان بزاف منا خلى المخ ديالو يتسرق بمحتوى مفرط اباحيا وبجرعه مبالغ فيها من المتعه السريعه وبالعادات اللي عمرنا ما اختاريناها بوعي. وانا عارف هذا الشيء حيت انا مريت منه. اول حاجه خاصنا ناخذ خطوه للوراء. علاش بزاف منا عايشين هذا المشكل؟ حيت حنا عايشين في واحد العالم اللي مخنا ما تصممش ليه. فكر فيها، 100 عام هادي الناس كان خصهم يقلبوا باش يلقاو المعلومه ولا الصور ولا التجارب. دابا غارقين في السيلان المستمر ديال الاعلام المفرط في العري والشهوات، من انستغرام حتى الاشارات ديال التلفزه والافلام. كل شيء مبرمج باش يحرك حاجه واحده فيك اللي هي الدوبامين. الدوبامين هو ماده في مخك اللي كتخليك تحس بالمتعه بالمقدار المعقول، فرح حاجه مزيانه. ولكن هاد المنصات لقاو كيفاش يستغلوه. كل صورة، كل لايك، كل سكرول كيعطيك جرعة صغيرة وكيشدك اكثر في دائرة الاستهلاك. مع الوقت هاد التحفيز الزايد كيبدل الاسلاك ديال مخك، كيولي صعيب عليك تركز، صعيب تتواصل مع الناس، وصعيب تحس بالرضا من الحوايج المهمة فعلا اللي هي اهدافك، علاقاتك ونموك. باش نفهموا الصعوبة خاصنا نشوفوا شوية ديال التاريخ. في العشرينات وبالتحديد سنة 1920 الشركات اكتشفت واحد الحاجة ثورية، أنهم يقدروا يبيعوا أكثر إلى لعبوا على العواطف، خاصة الرغبة. من هنا تولد الإشهار العصري، ومع السنين طور لها التسويق المفرط جنسيا اللي عايشينه اليوم. ولكن المشكل هو أن مخنا ما تطورش بهذه السرعة، باقي مخنا بحال ديال أجدادنا اللي كانوا عايشين في صفاء وبدون تشتيت. وهذا الشيء كيعني أننا طبيعيا كنميلوا لأي حاجة كتعطينا متعة ولا إثارة. ولكن اليوم هاد الغريزة تسرقات لينا بمحتوى لا نهائي ما فيه حتى شي قيمة، والنتيجة محفزين بزاف، مضغوطين وعاجزين أننا نركزوا على شنو هو مهم. حتى أنا كنت محبوس في هاد الدورة، قرايتي كتضيع، علاقاتي كتخسر، وأنا شخصيا كنت كنعاني. ولكن جاتني لحظة وعي، إلى المخ ديالي تبرمج باش يخدم ضدي، يقدر يتبرمج يخدم معايا. ومن هنا كل شيء تبدل. تخيل تفيق الصباح ومخك صافي، تجلس تخدم وتغرق في واحد التركيز عميق، تحس بالتواصل مع الناس اللي حداك بلا تشتيت بلا قلق، غير حاضر. هاد الشيء ماشي خيال، هذه هي النتيجة منين كتسيطر على مخك. واليوم غادي نوريك بالضبط كيفاش ديرها. الحل الكامل كيتلخص في 3 ديال الخطوات: استرجاع، إعادة تدريب، وإعادة تعريف. الخطوة الأولى استرجاع الدماغ ديالك. مخك بحال واحد الجردة، إلا غرستي غير الأعشاب الفاسدة، أي المشتتات، المحتوى المفرط جنسيا وإباحيا، الترفيه الفارغ، فداك الشيء هو اللي غادي ينبت فيها. ولكن إلا غرستي البذور الصحاح، أي المعرفة، الإلهام، العلاقات الهادفة، غادي تشوف النمو الحقيقي. خاصك تبدا مراجعة وسائل التواصل الاجتماعي ديالك. حيد الحسابات اللي ما كتنفعكش، عوضهم بناس كيحفزوك، قادة، خبراء ديال الرياضة ولا مبدعين اللي كيعطيو قيمة. هاد الشيء غادي يكون صعيب في الاول، غادي تحس بالرغبة في انك ترجع، ولكن كل مرة كتختار النمو عوض التشتيت كتولف مخك يشتهي الحاجة الصحيحة. الخطوة 2: إعادة تدريب تركيزك. هنا فين خاصة الخدمة. واحد الأداة قوية اللي لقيت هي التأمل. عارف كتقول التأمل ماشي ليا، حتى أنا راه كنت كنقولها، ولكن التأمل ما كيعنيش أنك تجلس بالساعات في السكوت، بل هو تدريب لمخك باش يركز، باش يفكر قبل ما يدير، باش ترجع السيطرة. بدا صغير، 5 دقائق في النهار، جلس في مكان هادئ، سد عينيك وركز على التنفس ديالك. منين مخك يسهى وغادي يسهى رجعه بلطف. مع الوقت غادي تلاحظ الفرق الكبير، غتولي أهدأ، مركز أكثر، وعندك سيطرة على أفكارك. الخطوة 3: إعادة تعريف الأهداف ديالك. خاصك تشد راسك بحاجة كبيرة. سول راسك فين غادي، علاش كنخدم. بالنسبة ليا كان الهدف نرجع السيطرة على قرايتي وناخد دبلوم ديالي في أفضل حلة. بالنسبة ليك ممكن يكون مختلف. المهم كتب هدفك وخليه يبان قدامك. منين تجيك الرغبة في الملهيات، شوف الهدف ديالك وتفكر شنو راك حاط على المحك. حيت الحقيقة هي
كل مرة كتقول لا لشي تشتيت كتقول نعم للمستقبل ديالك. هادي عامين دابا ملي بديت هاد الرحلة حياتي تبدلات كليا، وليت مركز اكثر من اي وقت فات، علاقاتي ولات اعمق واكثر معنى، ولكن احسن حاجة حسيت بالحرية، حرية من الجذب المستمر ديال الملهيات، حرية الابداع والتواصل والنمو. وهذا بالضبط اللي بغيت ليك. التحدي ديالي لك اليوم بدا باول خطوة، حيد المتابعة لحساب واحد كيحبسك في بلاصتك، دير 5 دقائق ديال التأمل، صلي شي 2 ركعات لله وكتب علاش ديالك. هاد الخطوات صغيرة ولكن البداية ديال حاجة كبيرة، حيت الموضوع ماشي غير تنقية دماغك من الإباحية ولا من المتعة اللحظية، ولكن عن قضية استرجاع حياتك، تركيزك، قدراتك ومستقبلك. مخك هو أغلى حاجة عندك، حميه، سقيه ورجعه ليك.